هلو جايز، عاملين ايه؟ النهارده عندنا انترفال ورك اوت مع اديداس في الكورنيش بتاع جده. احلى كورنيش في العالم، او من احلى الكورنيش في العالم. ادعوا لنا بس الرطوبه تبقى قليله، عشان الرطوبه لما بتبقى عاليه بيبقى الموضوع لا يطاق. يعني انا واحد لابس كات وبقول كده، فما بالكم بقى البنات المحجبات الاميره بحجابها. انا مش فاهم هم بيتنفسوا ازاي، ولكن لكم الجنه ان شاء الله. جه في دماغي كده خاطره وانا بجهز، ملهاش اي لازمه، ولكن انا عايز ارغي بس كده عقبال ما اوصل التمرين، الا وهي الاورا بوينتس في الافلام وفي الدراما المصريه. طيب، عشان بس الناس الكبار اللي بيتفرجوا علينا اللي مش جنزي زي حالاتي، وات از اورا بوينتس؟ الاورا بوينتس دي اللي هي الراجل السيجما الالفا، الواد الروش، فاهمين قصدي؟ فاول حد انا شايف ان هو يستحق لقب الراجل السيجما في الافلام المصريه، الا وهو، عارفين انا المشكله بس انا بنسى اسمه، غالبا اسمه رامي يعني. عارفين حلم العمر اللي هو الظابط بقى اللي هو كان بيقول يا نور؟ هو ده جامد جامد، راجل مش مكبر اي حد. ماشي، في الاخر مش عارف هو اتحبس ولا مات، غالبا اتحبس. غالبا اتحبس ومش عارف ايه بتاعه، وخسر من حماده هلال وكده، ولكن راجل كده كده. هو اي حد هتلاقيه سيجما هتلاقيه معقد نفسيا برضو، دي حاجه برضو ايه مهمه. يعني اي حد هتلاقيه عايز فشخ ان هو يبقى جامد، اعرف ان هو ايه معقد نفسيا، هو بيداري حاجه بقى، بيداري مشاكل ساموير. فالراجل ده جامد فشخ. وهو بيقول له التعليمات على الكل. انا فجاه كده انا جالي اسبوع كان كل فيديوهات تيك توك عباره عن اديت للمشهد ده، وما كنتش متضايق خالص يعني حتى لما تيك توك الفور يو بيج بتاعتي اختلفت اتضايقت بقى، اللي هو انا افتقدت الراجل ده. اي حاجه لاحمد العوضي بعد ما عمل عمليه ودانه. يعني الناس برضو اللي تعرف احمد العوضي برضو من زمان، احمد العوضي زمان كان ودانه فيها مشكله ومطرطقه كده لبره، فهو غالبا مش غالبا يعني هو اكيد عمل عمليه في ودانه ان هو يدخلها تاني جوه. فاي دور بعد عمليه ودانه هي جامده فشخ. برضه اورا بوينت برضه جامد فشخ. فهد البطل بقى الاسكندراني، اي حاجه من الحاجات اللي هو بيتكلم فيها كده يعني اللي هو كده، فاهمين قصدي؟ فبس غالبا برضه احمد العوضي عمل عمليه ودانه دي في اسمه ايه ده، فالدكتور اللي هو بتاع تيك توك اللي هو اسمه حسام تقريبا، حاجه شبه كده. فغالبا يعني هو اللي عامل له العمليه، لان العمليه ناجحه، ومن ساعتها بقى هو عرفنا يعني. انا بهزر والله، عوضي راجل جامد فشخ يعني. مين تالي او مين تالت؟ كريم عبد العزيز في خارج على القانون، برضه اورا بوينتس برضه جامده فشخ. كان عامل دور برضه عالمي، وكان بياخد بطار مراته. وحتى عزت ابو عوف كمان في الفيلم ده كان عامل دور اقرع، فبرضه اورا بوينت عشان اقرع. بذكر الصلعه يا جدعان، انا غالبا هحتاج اروح تركيا قريب يعني. غالبا كده سفر تركيا، انا كل مره بحلق قول لي يا احمد ايه انت هتطلع على اسطنبول في اقرب وقت. الميد لايف كرايسيس. فمين تاني؟ اي حاجه لغادة عبد الرازق انا اقل من انا اقيمها. يعني غادة عبد الرازق كوين وديفا وكل الكلام ده، فاي حاجه لغادة عبد الرازق انا اقل بكتير من انا اقيمها. برضو اورا بوينتس في السماء اعلى من كل اللي انا قلتهم دول. السقا في تيتو اورا بوينت عالي، انا بحس برضو كده. الراجل اللي شاف كتير، والراجل اللي عايز يبقى حد نظيف، ده لوحده حاجه تستحق ان احنا نقول ان انت تستحق على الاورا الموضوع ده. عكس الاورا بوينت وعكس الراجل السيجما هو باسم سمره في العتاوله، اللي هو عيسى الوزان. شخصيه عيسى الوزان دي انا حاسس ان هي اكتر شخصيه مهزأه اتعملت في تاريخ الدراما المصريه. يعني اعتقد ان هي شخصيه مهزأه اكتر من دوره في عماره يعقوبيان، اللي هو كان حرفيا عامل فيها شاذ جنسيا. انتوا متخيلين انا شايف الشخصيه دي مهزأه ازاي؟ unpopular opinion برضو. ميشو في اللص والكتاب برضو جامد فشخ، كان عنده موتوسيكل برضو وبتاع، فكان وان اساسا سامح حسين يطلع منه شخصيه مخربشه كده، ده لوحده جامد. وبعدين بقى خلاص بقى ايه، خد الكورس اللي هو بتاع الفقه ده، وبقى بيعمل برنامج اسمه قطايف. باي ذا واي يا جماعه، اللي مش بيسمع راب سعودي فايته كتير قوي. يعني اللي بيحب الراب ومش بيسمع راب سعودي، كلاش بقى وال كي والجيادات العليا وكده، انت محتاج تراجع نفسك. الوزن يسالني يقول لي صدرك كيف ارضي، اعرف علوم الرجال لاني يومني قبيل، قلت علومك ناعمه اميره التدبيل. اليوم انترفال حيكون انترميديت، اوكي 800 2 تايمز. انت هتخش ادفانس؟ نو انترميديت. انا هخش ادفانس. اوكي طب حشرح لك التمرين. ايوه الادفانس، واضح اني ما غيرت شيء. تروح تجري. احكي لنا اكتر عن وادي رم في الاردن. وادي رم كثير حيكبر نايس. اوكي يعني هلا الرؤيه صارت كلير، عرفنا ايش اللي حيصير هناك. حلو. انا لسه ما خدتش كونفرميشن لحد دلوقتي بالاجازه. اولسو مي يعني. واضح ان انا وانت مش هنروح يعني. أيوة. لا ان شاء الله حنروح. اوكي التريل هاف ماراثون حيكون 21 كيلو. حلو. اوكي which is انه انا وياك تمرنا كتير تريل. اكيد انا لسه لحد دلوقتي ما اشتريتش جزمه تريل. اوكي وبعدين حيكون في الليل، هو مش بالليل قوي يعني الساعة
6 المغرب. اوكي، فساعتين ونص almost 3 ساعات. اوكي. Tell us about your life in Jeddah. Life in Jeddah is good. I've been here for 1 year. Anyway, how to have a huge biceps just like me. لسه مخلصين دلوقتي ومعانا واحده بس هي مش قادره تظهر. You can say hi. ايوه. الجري النهارده كانت عباره عن 100 متر، يعني هتسبرنت 800 متر وتريح ما بينهم دقيقه، وبعدين هتسبرنت 500 متر وتريح ما بينهم دقيقه، وبعدين هتسبرنت 400 متر وتريح ما بينهم برضو دقيقه، وبعدين هيبقى في كول داون في الاخر كيلو ببيس بقى ايه قليل. فات واز فن بقالي كتير ما جريتش من نص رمضان تقريبا، ما نزلتش الجري ولا يوم. فات واز فن بصراحه. كنت متخيل ان انا هتعب اكتر من كده، بس كده هيبقى علينا جريه طويله حوالي 10 أو 15 كيلو يوم الجمعه، تبقى الساعه 5 الفجر. فبرضه ان شاء الله هصورها. فشكرا ليكم ان انتوا جيتوا معايا النهارده. بس سمية عايزه تقولي اي حاجه؟ I also did 5.5 kilometers intervals. It was 5.2. For me, it was my first. تقول لك ان هي بتحب الجري يعني وكده. فاللي مش فاهم انجلش يعني هي بتقول ان هي بتحب الجري وبتحب الجو في السعوديه يعني وكده. انا جريت 5 كيلو في 27 دقيقه. الكالوريز اللي حرقناها 404 كالوري، مش عارف باينه ولا لا، بس anyway يعني. next video. باي باي.